طول ما ربنا موجود هنفضل نسعى ونشتغل، لأن ربنا قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. مساء الفل ومساء الخير، ويا رب تكونوا دايما كويسين وفي أحسن حال. هتعملي ايه النهاردة يا جادة؟ هعمل نوعين حاجة حلوة، هعمل كيكة وهعمل كنافة. ليه يا جدع حاجتين؟ علشان عندي حد في البيت ما بيحبش الكيكة اللي بالبرتقال، وكمان عايزة اوصل رسالة ان احنا بدل ما ندفع في الحاجات دي كلها الشيء الفلاني عند الحلواني، قد ايه انا ما تكلفتش حاجة. بكوبايتين دقيق عملت صينية كيكة، وبنص كيلو كنافة عملت صينية كنافة. الاتنين دول بره لو جبتيهم هتدفعي فوق 300 جنيه. فيلا بينا بقى نعمل حاجتين كده اقتصاديين سهلين وبساط. مبدئيا كده هبتدي الاول بكيك البرتقال. انا معايا الصينيه اللي بيبقى فيها دايره من النص كده، بدهنها كويس جدا بالسمنه وببدرها برشه دقيق. انا من الناس اللي بحب اخبز الكيكه في الصواني الالومنيوم، لان بتوزع الحراره احسن، وبحس ان الكيكه بتطلع احلى في الصواني الالومنيوم. حابه تستخدمي البايركس او التيفال، ده شيء يرجعلك ومفيش اي مشكله خالص. تمام. طبعا بنعمل كيكه لازم كلنا هنبقى دقيق الرخامه والهدوم وكله كله كله. يلا بينا بقى هننخل كوبايتين دقيق. لازم الدقيق يتنخل حتى لو كان احسن نوع دقيق، علشان الكيكه ما تبقاش مكتومه معاكي ويبقى فيها ايه، طراوه. تمام. والكوبايه اللي هتستخدميها هتستخدميها في كل المقادير. هنخل كده كوبايتين دقيق. طريقة الكيكة دي حلوة جدا، بتكون خفيفة واسفنجية، وبتنفع قوي بقى مع الشاي بلبن او الفطار او العشاء وكده. وسريعة جدا لو جايلك ضيوف مثلا على فجأة كده، ما بتاخدش وقت في الفرن وبتخلص بسرعة وطعمها حلو قوي. فمعايا كده المقادير الجافة: كوبايتين دقيق نخلتهم، بحط عليهم باكو بيكنج باودر او كيك شيف. في حد في الكومنتات كتب لي ان كيك شيف ده مضر وغلط، ومش ما عملت سيرش وما عرفتش السبب، فيا ريت اللي كتبت لي الكومنت توضح لي ايه سبب ان هو مضر وان انا ما ينفعش استخدمه، عشان ابقى عارفة. بس ان انا عندي منه كمية كبيرة ومش هينفع ارميها، فهخلصهم. ولو السبب فعلا زي ما انتي هتقوليلي فتمام، ممكن استغنى عنه واجيب البيكنج باودر العادي. فانا المقادير كده: الجافه كوبايتين دقيق، عليهم باكو بيكنج باودر او كيك شيف. الناس اللي في السعوديه ما عندهمش بواكي، عندهم برطمانات، هتاخدي معلقه كبيره من معلقه الاكل، وحطيت رشه ملح. تمام. انا النهارده هعملها بالبرتقال. فبجيب كده البرتقال البلدي ده بقشره، وبعد كده بقطعه دواير واشيل منه البذر خالص، عشان انا طبعا هضربه في الخلاط، عشان عايزه اخد منه كوبايه عصير برتقال. فانا ما عنديش عصارة برتقال وما عنديش حاجة تعصر الفاكهة، فانا بستخدم الخلاط. طيب في ناس قالت لي يا جاده البرتقال لما بيتضرب في الخلاط هيمرر معانا، عشان بتحطيه زي ما هو كده من غير ما تشيلي البذر اللي جوه. لازم كده تقشريه كويس وتقطعيه كده حلقات مدوره، وتشيلي منه البذر وتضربيه، هيطلع طعمه تحفه. وطبعا الناس اللي كانت متابعاني في رمضان كنت بعمل بديل قمر الدين، كنت بعمل برتقال بالجزر، وكان قد ايه بيطلع تحفه. وناس كتير جربته قالت لي تسلم ايدك يا جاده، البرتقال طعمه حلو جدا وما مررش ولا حاجه. اهم حاجه بصوا انا بعمل ايه: بحط صوابعي في كل برتقانيه، عشان مش عايزه ولا بذره. البذره لو سبتيها هتمرر معاكي البرتقال. سواء كيك برتقال او كيك سفندي لازم نشيل البذر. تمام كده. هاخده بقى على الخلاط اضربه. طيب القشر ده هنرميه؟ لا، عايزين نستفيد بيه. هنبشره كده بشرتين حلوين 3 كده، وناخد ايه البشر بتاعه. طبعا حابه اشكركم جدا على كومنتات الفيديو بتاع امبارح. كلكم فرحتولي بالهديه وبالخروجه وكده، والدعوات الجميله اللي انتوا كتبتوها لي، ربنا يجعل ليكم مثلها يا رب ان شاء الله. ودعواتكم بقى ان ربنا يكرمني كمان وكمان كده. هنا بقى انا هبتدي بقى ايه، ان انا ابشر كويس جدا كده البشر بتاع البرتقال. والعصير البرتقال على فكره انا ضربته من غير ولا بق ميه، ما تحطيش ميه في الكيكه عشان ما تبص. تمام. طيب هنبتدي بقى نحط المكونات السائله في الخلاط. معايا كوبايه عصير برتقال وكوبايه سكر. تمام. طب حد مثلا مريض سكر وشايف ان السكر كتير قوي على كوبايتين الدقيق، هتقللي وتحطي نص كوبايه سكر. حد متوسط زينا كده وبيحب الاكل مظبوط، هتحطي كوبايه سكر. انا بقول كل البدايل اهو. تمام.
نقول تاني بقى عشان ما نتوهش من بعض: كوباية عصير برتقال، وعليها كوباية سكر، عليها كمان بيضتين. تمام. هنحط ايه كمان؟ وهنحط نص كوباية سمنة، او كوباية الا ربع زيت، او نص كوباية سمنة على زيت. حلو كده. انا بقول كل البدايل عشان في ناس ظروفها مش سامحة، في ناس عندها زيت وما عندها سمنة، وفي ناس العكس. تمام كده. يبقى هتحطي نص كوباية سمنة، او نص كوباية سمنة على زيت، او كوباية الا ربع زيت. تمام كده. ومعايا باكوين فانيليا. دي كده المكونات ايه الجافة بتاعتي: كوباية برتقال، كوباية سكر، نسيت. كوباية عصير برتقال، وكوباية سكر، وبيضتين، ونص كوباية سمنة، وباكوين فانيليا، وحطيت رشة خل بس مش عارفة راحت فين يعني. تمام. طبعا مش هنحط لبن لان احنا حطينا ايه عصير برتقال. هكتب لكم كل المقادير دي في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف عشان لو تهتوا من الكلام يعني. هنقلب بقى المكونات السايلة على المكونات الجافة كويس جدا جدا لحد ما نحصل على ايه على القوام المطلوب. هتلاقوا العجينة تقيلة معاكم شوية، متقلقوش عشان دي هتبقى شبه الكيكة الاسفنجية شوية، لان احنا مش حاطين زيت ولا حاطين لبن. تمام كده. هنبتدي بقى ننزل القوام بتاعنا القمر ده. طبعا وانا بشتغل في كل المقادير دي كان الفرن ورايا بسخنه على درجة حرارة 180. تمام كده. طب هل يا كده بندخل الكيكة على درجة حرارة 180؟ لا طبعا، احنا بنسخنه بس الاول كده لمدة 10 دقايق على نار عالية، واول ما نيجي ندخلها بنوطي النار خالص، اوطى حاجة عندك، وبتدخليها في الرف الوسطاني في الفرن، وما تفتحيش عليها خالص 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 غير بعد 15 دقيقة، عشان ما تفتص منك وتقولي ايه يا خراشي الكيكة باظت منك لله يا جاد. انا بقول لكم اهو عشان اللي لسه مبتدئين في المطبخ. تمام. هتديها بقى هبدتين تلاتة كده، تطلعي الهواء وتدخليها بقى ايه في الفرن الوسطاني، رف الوسطاني. تمام كده. تمام كده اهي. هناخديها بس هبدتين. ايه رأيكم بقى؟ 5 دقايق عملنا احلى كيك برتقال. نخش بقى على الصنف التاني بتاعنا. هعمل كنافة بالكاستر. تمام. انا معايا كده حوالي كوبايتين لبن، بحط عليهم باكو الكاستر ده، وهحط حوالي 3 معالق سكر. طيب انت ممكن تجيبي باكو كاستر تاني تكون مقاديره مختلفة، والبرطمان مقاديره مختلفة، فانت الكاستر اللي هتجيبيه هتقري عليه بيبقى مكتوب طريقة التحضير، هيقولك هتحطي قد ايه لبن وقد ايه سكر، عشان كل شركة طريقتها مختلفة. تمام كده. انا الشركة اللي معايا مكتوب عليها ان انا احط كوبايتين لبن، احط عليهم باكل كاستر، واحط السكر حسب الرغبة. تمام كده. وبقلب وبحطه على النار لحد ما ايه ما يتقل. في شركات تانية ليها طرق تانية عشان ما يبص معاكي. حطيته بقى على النار كده لحد ما يتقل معايا، يبقى قوامه زي البشاميل. طلعت بقى نص كيلو الكنافه كده، كنت حاطاه في الفريزر من ايام رمضان، وابتديت ايه افرفطه كده بايديا. طب جيتي تفرفطيه وما فرفطش، هتحطيه في الكبه. تمام. طيب ومعايا على نص كيلو الكنافه بنحتاج كوبايه سمنه، سمنه حلوه كده، وتبداي بقى تغلفي الكنافه كويس جدا جدا بالسمنه. تمام. طبعا لو رحتي جبتي صينيه الكنافه ديت وصينيه الكيكه من اي حلواني بره، هيقولك 300 او 400، لانها طبعا حاطط سمنه وحاطط سكر وحاطط مقادير كتير. فانتي نص كيلو الكنافه شوفي بيتباع بكام، يعني مش عارفه بقى ب15 ولا ب20 ولا ب12، مش فاكره والله. وكوبايتين دقيق عندك في التلاجة، وطبعا كله بيبقى عنده برتقان عشان فيتامين سي، وهتعملي صينيتين حاجة حلوة زي الفل. وانا عملت الاتنين في يوم واحد عشان خاطر عندي حد مش بياكل ايه الكيكة، فحبيت اوريكم الطريقتين في فيديو واحد. انت طبعا ممكن تعملي الكنافة دي مرة، وطريقة الكيكة مرة تانية. تمام كده. هنا بقى انا دهنت الصينيه كويس جدا بالسمنه، وببتدي بقى ان انا ايه اخد نص الكنافه واحطها في الارضيه تحت، وتضغطي بقى جامد جدا جدا جدا. لازم نضغط كويس جدا على الكنافه كده. وهجيب كمان طبق او صينيه اصغر اضغط بيها، وممكن تعمليها بالقشطه الكدابه، بس انا كان عندي باكو كاستر وكنتش عايزه ان انا ايه الصراحه اسيبه مركون كتير، فقلت استخدمه. وكنت بنضف التلاجة يعني عقبال عندكم، فلقيت كيس الكنافة ده، قلت انت هتفضل قاعد بتكلم نفسك، يلا بينا نشتغل بيك يعني.
هنا بقى انا ضغطت كويس جدا الطبقة اللي تحت كده، هبتدي بقى اضغط بطبق بصينية باي حاجة عندك تضغطي كده. عايزة الكنافة تطلع تخينة معاكي هتصغري الصينية، عايزاها رفيعة هتكبري الصينية. تمام كده، بقول لكم التفاصيل اللي ناس كتير بتسأل عنها يعني. هنا ضغطت كويس جدا كده الكنافة، هبتدي بقى انزل بايه بالكاستر بتاعي كده. طبعا سيبيه يبرد شوية عشان تعرفي تفرزيه. لما باجي بقى انزل الكاستر بحط عليه كده معلقه سمنه كده سايحه، عشان خاطر ايه ما يلزقليش في الكنافه او يضايقني في الفرد يعني. السمنه بتعمل ماده عازله شويه. عايزه اقول لكم الفيديو ده بقاله 5 ايام متصور ومش قادره اتكلم عليه، مش عارفه الفيديو ده ماله. كل ما اجي اسجل الصوت ماليش نفسي اسجل عليه الصوت ومش عايزه انزله، وكل ما اجي انزله اقول لا مش هنزله. ونزلت لكم فيديوهات تانية كتير ومش عايزه انزل الفيديو ده. فمعرفش ايه السبب، هل كل تأخيرة وفيها خيرة؟ فالله اعلم بقى، انا ونصيبي مش عارفه. هنبتدي بقى ايه نفرد الكاستر كده كويس جدا كده. طبعا تحاولي ان انتي ما تجيش عند الاطراف علشان لما تيجي تفرزي الطبقه التانية ما تطلعش الكاستر ما يطلعش معاكي من الجناب. تمام كده. الكنافه على فكره من اسهل الحاجات، في ناس كتير بتعملها على البوتاجاز من فوق، بس انا بحب الفرن بصراحه، بينجز معايا وبيبقى في السريع كده. تمام، هنبتدي بقى كده نفرد الكنافه كويس جدا كده. الطبقه التانية بقى هنضغط عليها بالراحه علشان خاطر طبعا ايه الكاستر ما يطلعش ايه مننا. طب يا جدع مش هتعملي شربات؟ لا. ايه ده يا جدع مش هتسقيها؟ لا هسقيها طبعا. بس انا كان عندي شربات، كنت عامله شربات وكنت حاطاه في التلاجة فاستخدمته. ف ممكن يعني ايه لو ما عندكيش تعملي بقى الشربات سهل جدا يعني. تحطي كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية ونص ليمونة وباكو فانيليا وتسيبيهم كده على النار يغلوا غلوتين، وتحطي كده معلقة وتطلعيها. اول ما تلاقيه بيلزق في ايدك كده هيبقى ايه خلاص خلاص. الكنافة بتبقى سخنة الشربات بارد. انا طبعا كان عندي فما عملتش بصراحة. هنا بقى ايه فردت الكنافة كده كويس جدا. لو عندك بقى حبة كنافة كده فاضلين عندك كده من رمضان طلعيهم كده واعمليهم بالطريقة دي. الحاجات الحلوة بره بقت غالية جدا ومكلفة جدا، وطبعا مفيش بيت بيستغنى عن الحاجة الحلوة. ممكن يجيلك ضيف فجأة، ممكن حد يطب عليكي فجأة، حتى لو مش حد ده لينا احنا يعني ان احنا بعد كده ما نتغدى مع كوباية شاي ناكل قطعة حاجة حلوة كده تكون معمولة بحب، تكون معمولة بنظافة، من غير ما نتكلف كتير. تمام. هنبتدي بقى نفرد كده الكنافة الطبقة التانية كويس جدا، ونقفل كده من الجوانب كويس جدا جدا عشان مفيش اي حاجة ايه تطلع. الكنافة برضو بتخش في الرف الوسطاني في الفرن، بس بتخش بقى على ايه عكس الكيكة، بتخش على درجة حرارة عالية، درجة حرارة 180. ما بنوطيش الفرن ولا اي حاجة لحد ما بتاخد لون. لو الفرن بتاعك حلو تحمر من تحت وفوق، لو نص كم الفرن اول ما تخلص من تحت تولعي عليها ايه الشواية. هنا بقى الكيكة بتاعتنا كانت خلصت. بصوا الفرحة يا جماعة، بفرح قوي لما بعمل مخبوزات، مش عارفة ايه السبب يعني. عشان الحاجات دي بيبقى ليها نسبة نجاح ونسبة فشل، يعني ممكن تطلعيها ما تلاقيهاش اتنفخت، فبتبقى ليها فرحة بقى. بصوا بقى جميلة ازاي، هشة بقى وما اقولكوش، وجميلة جدا وطرية وحاجة كده يعني رائعة يعني. تمام. عايزاكم بس ما تنسوش تسيبوا لي الكومنت الحلو واللايك اللي بيفرحني جدا، واعملوا لي بقى كومنتات كتير كده عشان الفيديو يترفع. واللي بيتفرج عليا من غير ما بيحط اللايك حطوا اللايك. ولا يا جماعه انا ما بحبش اقول حطوا اللايك وحطوا الكومنت، لان انا من الاشخاص اللي ما بحبش اطلب حاجه كتير، يعني بحبش الزن. بس ده تسويق لينا ان احنا لازم نقول عشان انتوا ممكن تنسوا، واللايك والكومنت ده هو اللي بيخلي ناس اكتر تشوفنا وتعرفنا. لكن انا بعتذر جدا والله، وانا اسفه جدا لو انا كل شويه بطلب وده بيضايق ناس او بيزعل ناس، او بيبقى نوع من انواع الزن، بس والله هو الشغل بتاعنا، احنا بنسوق لنفسنا بالطريقه دي. هنا بقى خلاص الكيكه بصوا كانت هشه وجميله ازاي. بصوا بقى الكنافه طلعت قمر قمر. طبعا الشربات اهو كان عندي كده في التلاجة، طلعته وسقيت كده ايه الكنافه بتاعتي.
بصوا صينيتين ما اخدوش مني وقت خالص، بحاجات كانت موجودة عندي في البيت. تقدري تفرحي اولادك، تقدري تعملي لهم الاتنين لو امكانياتك تسمح، وتقدري تختاري حاجة منهم واحدة بس تعمليها وتفرحيهم في البيت. ممكن الكنافة دي تحشيها بشوية سكر وقرفة، لو عندك حبة سوداني او مكسرات من رمضان، وتستكفي بذلك لو عايزة توفري اللبن يعني. تمام. هنا بقى هسيب الكنافة تبرد، وهبتدي بقى ان انا اقطعها عشان ايه تشوفوها. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والفيديو اللي مش راضي ينزل ده يا رب ينزل. انا لسه هحمله، مش عارفة، فيديو غريب كده. في فيديوهات كده بتبقى مش عايزة تنزل، مش عارفة ايه السبب، مبيبقاش ليها نصيب يعني. بصوا بقى الكنافة حلوة ازاي. كوباية شاي بقى، وما اقولكوش بقى انا بغلي شاي، بغلي مية اهو. عشان اعمل كوباية شاي بلبن. بحب الشاي بلبن جدا. طبعا عندي في البيت بيحبوا يحطوها في التلاجة تسقع شوية، بس انا بحب الكنافة تبقى ايه طازة كده. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.